مراتك مش مجنونة لو لقيتها ضربة بوز، وخطيبتك مش معقدة لو لقيتها قافشة عليك. صديقي المتجوز اللي بقالك سنين والدنيا ماشية عال العال، والنفسية مرتاحة وشغلك تمام التمام وبيتك مستقر، لكن مرة واحدة لقيت مراتك مش طايقة منك كلمة، لا منك ولا حتى من أهلك. أو مرة واحدة لقيت مراتك بتغير في اتفاق انتوا اتفقتوا عليه، في سفرية، في جولة مشتريات، في خروجة، في اشتراك مدارس، في اشتراك نادي، أو حتى في أكلة حلوة اتفقتوا عليها أكلتوها قبل كده كتير كتير كتير. لو ده حصل هقولك على سر. صديقي اللي خاطب وبقالك مش كتير والأيام ماشية بينكم فل الفل، تليفونات وشات ومسجات وهدايات خروجات، ومرة واحدة لقيت خطيبتك قلب عليك ومش طايقة هزارك معاها، ويمكن تخش فيك شمال شوية لدرجة تضايقك. يا صديقي هقولك على سر. في منظومة في جسم كل واحدة بنت أو ست اسمها منظومة الهرمونات. واحد ابن لذين منهم ممكن يبوظ جوازات، يفركش خطوبات، أو حتى يهد عائلات. تعالوا نسميه هرمون قلبة المزاج. الهرمون ده اسمه علميا هرمون البروجستيرون. احفظوه معايا كده، هرمون البروجستيرون. هقولك على حتة علمية بسيطة قد كده. الهرمون ده بيطلع من المبيض من حاجة اسمها الجسم الأصفر. طب ايه هو الجسم الأصفر ده؟ هو الكيس أو الحويصلة اللي كانت فيه البويضة وهي لسه موجودة في المبيض. الكيس ده بالبويضة اللي جواه لازم يوصل ويقب على سطح المبيض عشان يفرقع، والبويضة اللي جواه تخرج من المبيض وتلقطها حاجة اسمها أنبوبة، أو الاسم العلمي قناة فالوب، وتاخدها الأنبوبة وتوصلها للرحم. والعملية دي اسمها تبويض. اهو الكيس ده بقى اللي كان موجود في المبيض بعد ما خرجت منه البويضة، هو ده اللي اسمه الجسم الأصفر. هو ده مكان قلبة المزاج اللي بيطلع منه هرمون قلبة المزاج. فاكرينه؟ هرمون البروجستيرون. معلش استحملوني ازود حتة علمية بسيطة كده كمان. الهرمون ده بيقعد يزيد في الجسم من يوم التبويض يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، والدنيا ماشية تمام، وهوب مرة واحدة قبل ميعاد البيريود بيومين 3 أسبوع بالكتير، لما الجسم الأصفر ده بيبتدي يموت، هرمون البروجستيرون بيتهبط في الأرض ويعاديكم على هبدته. هي دي قلبة المزاج. بالمناسبة هرمون البروجستيرون ده معاه هرمونات تانية ومواد تانية، بس هو الأساس، هو اللي هسميه هرمون قلبة المزاج. عاوز اقول لك يا صاحبي ان الزوج بيفتكر ان مراته في الكام يوم دول، والشاب بيفتكر ان خطيبته في الكام يوم دول داخله على مرحلة الجنان. مفيش حاجة عجباها، تتضايق بسرعة، دموعها تنزل لأتفه الأسباب. ومش بس كده، ده كمان حاجات كتير تبان للزوج إنها مش منطقية تماما. لو قالت لك عايزه اتطلق او قالت لك عايزه فركش، ابتسم ابتسامه البسيطه، الابتسامه البلهاء. وجدي طلقني، لو راجل طلقني، لو عندك كرامة يا وجدي طلقني، لو عندك دم طلقني. بس اصلك خلاص دلوقتي عارف ايه الاصل وايه الاساس، هرمون قلبة المزاج. عايز اقول لك يا صاحبي ان كل الاعراض دي وكل الحوار ده بما فيه ده اللي اسمه متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، بالانجليزي PMS. فما تجيش انت بقى يا صاحبي في الكام يوم دول تتصدر وتركب دماغك، ما تجيش في الكام يوم دول اللي فيهم متلازمة ما قبل الدورة الشهرية PMS. بعد اذنك اسمع الكلمتين المهمين دول. انا عايزك تكبر دماغك مش تركب دماغك. عدي مشي حالك. اقول لك خطيبتك تحتويها وتطبطب عليها، ولو مراتك خدها في حضنك، مراتك مش خطيبتك. باكد لك ان ده هيفرق كتير كتير في علاقتكم، والمركب هتعدي كانها نسمة ربيع في ليلة صفراء. الجميلة اللي احنا شايفينها دي إعلامية مشهورة في التلفزيون البريطاني على قناة MTV، طلعت تتكلم، مش بس تتكلم، طلعت تشتكي من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية PMS، وقد إيه إنه بوظ علاقتها بزوجها. على فكرة زوجها اسمه رمضان،
اللي عملوا فرحهم مرتين، مرة في انجلترا ومرة في ايطاليا، هيصة وزنبليطة وعيشة فل الفل. لكن بعد كل ده علاقة زواجهم مهددة بسبب الBMS، مهددة بسبب متلازمة ما قبل الدورة الشهرية. طب دي واحدة بالمناسبة اسمها فيكي باتيسون، عيشتها مرتاح، والضغط عليها عمره ما هيكون زي الضغط على مراتك الغلبانة اللي مهما كانت مرفهة أكيد مش هتكون زي الأخت فيكي. بعد ما سمعنا الفيديو ده يا رجالة، عاوزين نتفق إن عشان أحسن لك وعشان راحة بالك وعشان تظبط أمورك ومراتك وخطيبتك تحبك أكتر، أول ما تحس إن هرمون البروجستيرون، هرمون قلبة المزاج، أول ما تحس إنه ابتدى يتهبط وهيبوظ حياتك، فورا ما تركبش دماغك، بالعكس كبر دماغك واكسب حياتك وراحة بالك. دمتم سالمين. دكتور هشام الشاعري.